عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كلكم افتحي ليه؟ حوارات الثانويه العامه كترت والعيال ما بقتش عارفه تعمل ايه. البت اللي كانت بتيجي السنتر بالاندومي الجاهز بقت تاخد اونلاين، والواد العسل اللي المستر لما يجي يقول كلمه خد يروح جاي باصص الواد اللي جنبه يقول له ياخد بالظبط، ما بقاش يتكلم خلاص. عارفين ليه كل ده حصل؟ مش بسبب ان العيال لمت نفسها، بسبب المدرسين. مفيش مدرس دلوقتي الا وعنده حساب على التيك توك. امسك اي موبايل لمدرس عندك وافتح التيك توك، لو لقيت عنده اقل من 100,000 فولور يبقى هو كده مدرس فاشل. خلاص كده روح لم كنزات بيبسي في الشارع احسن لك. للاسف يعني بقينا نحسبها كده، ويعني الطلاب مش فاهمين حاجه. هو عشان مدرس معروف بس فهو خلاص هيجيب عنده 99%، في الاخر عادي هخش معهد تدريب بضاعه. هتلاقي المستر ده ما تعرفش عشان شاطر ولا كويس، هو اتعرف عشان في فيديو فايرال ليه على التيك توك وهو بيقول لبنت عنده انت ايه اللي انت لابساه، انت فاكره نفسك في كباريه. ومن ساعتها عارفين ما بيمشيش غير بجردات وهيلبس بدل. جايب لكم النهارده شويه مدرسين شويه تيك توكرز، وهشوف انا قصدي ايه. اول حد معانا مستر هشام. مين اللي المره اللي فاتت قال ايه القرف ده؟ في واحده المره اللي فاتت وهي بتمشي قالت ايه القرف ده؟ بقيت الجداد فين يا جماعه؟ اللي اول مره يحضر انهي واحده؟ انت لابسه رصاصي؟ بعد اذنك اتفضلي بره، ما عادش تحضري عندي تاني، اتفضلي بره لو سمحتي. اما تيجي اي مكان تعرفي انت رايحه فين، تاخد درس عند مين. عامة انت كنت ممكن تقول لك الكلام دوت لو كنت لوحدكم قبل الحصه بقى وبعدها، ما تفرقش. مش لازم يعني قدام العيال، ولا عشان نوثق الحدث عشان الفيديو يجيب 11 مليون مشاهده و200 الف لايك. متخيلين الرعب بعد كده يا جدعان؟ اي حاجه بعد كده لو عملتها مش على هوا المستر انت هتتفرج عليك كام مليون وهتبقى ترند. فكل واحد في ثانويه عامه المفروض يقعد مربع ايده ومركز في الحصه. اما تيجي اي مكان تعرفي انت رايحه فين، تاخد درس عند مين، وقاره ايه، وقار الناس اللي شغالين معاه ايه. احنا ولا خدامين ولا شغالين عند حد، ولا نسمح باي شكل من الاشكال ان حد يرفع عينه فينا، لا فيا ولا في اللي شغالين معايا. وقاره ايه يا اسطى؟ مدرس عادي يا اسطى، انا مش قصدي حاجه والله، عارف ان المدرس ليه احترام وكل حاجه، بس انا حاسس ان الحوار مش مستاهل كل ده. يعني البت قالت ايه القرف ده وهي طالعه؟ ممكن عادي وهي طالعه مثلا حد فسر راحت قايله كده. اي حد يا جماعه جاي جديد قد يجوز انت جاي من عند مدرس، يعني ما اعرفش انت جاي من عند مين، ممكن يكون سمح لك انك تهزر معاه، ممكن يكون سمح لك انك تقول له يا اتش مثلا، يعني كنت بتكلم عليا يعني، ممكن يكون سمح لك باي حاجه. ده غير مسموح هنا، ولا معايا ولا مع الناس اللي شغالين معايا. ما ينفعش تقول للمدرس يا اتش، تخيل تكون مش فاهم حاجه في الدرس تروح قايل له في نص الدرس يا اتش انا مش فاهم الحته دي. الدرس ليه وقار يعني حاجه معروفه. عامه انا فاهم دماغ الاساتذه ماشيه ازاي، دايما بيمسكوا واحد كده او واحده بيفشخوه يخلوه عبره، يطلعوه من غير كلوت قدام 11 مليون واحد عشان بس يقول لك ان ده عبره، وان اي حد بعد كده لو قال اتش ده اللي هيحصل له. العيال تخاف بقى ويقولوا يا مستر هشام. يعني ايه ماسنجر ار ان ايه؟ يعني ار ان ايه الرسول. على الصلاه والسلام يا جماعه. يا جماعه انتوا بتصلوا غلط، انتوا بتصلوا على الار ان ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا جماعه دي برضه حته محدش بياخد باله منها. مستر قبل الحصه هو بيكتب سكريبت للحصه، يعني بيبقى محضر افيه كده يقوله في النص، وهتلاقيه قال الافيه دوت في كل المجاميع اللي عنده عادي. يعني دي مش حاجه طالعه عفويه منه، يعني انا متاكد هو بيقول الافيه دوت محدش قال عليه الصلاه والسلام اصلا، بس ممكن ينفع يعدي الحصه من غير الافيه عشان يعرف يكمل. بيبقى العيل عنده حبل سري كده، يا ترى الدكتور لما يجي يقطع الحبل السري هيقطعه من جهه الجنين ولا من جهه الام؟ من جهه الام. يعني لو الحبل السري طوله 70 سم الدكتور يقطعه من جهه الام والعيل يمشي بحبل سري؟ هو انتوا ما بتفكروش؟ عسل اتش، عسل مستر هشام والله. بس اشرح بس، انا مش عايز المدرس يهزر، انا عايز المدرسين كلهم يشرحوا بس والله، لان ربنا العيال اللي بتضحك دي ما بيضحكوا بجد. الا كام واحده ورا كده معاهم اندومي جاهز وحاطين نوت على انستا قبل ما يجوا الدرس هو الاكس مش ناوي يرجع ولا ايه. فبلاش هزار يعني وبلاش تيك توك. وعادي هو كان عايز يعمل كده بجد، بس هو جابها بطريقه العيال بتاعت اليومين دول، لان مش دي العفويه اللي بجد. مفيش حد طبيعي ده اللي بيعمله في الشارع يعني. وخلاص بقى كفايه كلمه عفويه اللي اتحلبت دي. الترند ده كان حلو لغايه ما الناس اللي فوق ال 30 سنه هزروا فيه. بص انت عديت ال 30 سنه ايه ده شويه، خليك مهندم، خلي عندك وقار كده وما حدش يقول لك اتش. معانا بقى مستر الشافعي من المنوفيه بنبعتها لك. مش هنسيب طالب في جمهورية مصر العربية ما خدش مع مستر الشافعي. هلو everybody ويلكم تو مستر الشافعي، حبايبنا طلابنا في كل مكان. الو everybody ويلكم تو مستر الشافعي، اهلا بيكم في مستر الشافعي. عامه انا مش هعلق على الموضوع دوت لان هو مستر فلسفه اصلا، هو مش مستر فلسفه، هو مستر اغاني. انت لو رحت عند مستر الشافعي انت مش هتاخد درس، انت هتغني. يا بخت اي طالب بياخد فلسفه مع مستر الشافعي، هو اللي كاتب الكلام ده لنفسه. يعني المفروض حاجه زي دي لما تتقال من طالب عندك من اي حد تاني غيرك انت. تعالوا نشوف بقى ليه يا بخته. يا بخته فعلا، ادي فلوسك يا هانم وادي فلوسك يا حاج. ابنكم بياخد فلوسكم ويروح يغني مع الشافعي.
عامة انا فاهم دماغه برضه، هو مفكر لما يعمل حاجة في الحصة يعني اغنية فالعيال كده هتفهم بسرعة وبتاع، وانه كده مستر بيعاصر الجيل الجديد وفاهمهم بقى وعارف يخليهم ازاي يركزوا بطريقته. بس ما اعتقدش ان ده نفع يعني، وما اعتقدش برضه ان دي فلسفة. انا دماغي كانت مجسدة الفلسفة كده حاجة تانية خالص. كان بالنسبة لي راجل كبير عنده شنب ولحية بقى وبتاع، بس طلعت عيل صغير اهبل. كان نفسي ثانوية عامة تخلص بس حاسس مستر الشافعي ما تخلصش. الرحلة انتهت. برضه هو اللي كاتب الكلام ده لنفسه. يا اسطى لا، كلنا نفسنا حصص مستر الشافعي تخلص عادي، ممكن نغني في البيت من غيرك عادي. ليه اصلا طالب يتمنى ان حصص مستر عنده ما تخلصش؟ دي ايام ما يعلم بيها الا ربنا يحرم علينا السناتر دي والله. المستر هو بياخد الطلاب على قد عقلهم عشان يركزوا في الحصه. حبني طبعا يا حياتي، حبني وبقول غيباتي، حبني طبعا يا حياتي، حبني وبقول غيباتي، حبني. خلاص بقت موضه بقى، اي مستر بقى يحب العيال الصغيره كمان يعني. يا رب تكونوا فهمتوا قصدي ايه بالنوعيه دي من البنات. اي بنت في ثانويه عامه في الاغلب يعني بتبقى نفس الشكل ونفس اللبس والبضاعه، بتيجي برضه باندومي الجاز وميكس الفراوله وبيغمى عليها في الحصه. السيناريو اللي اتهرش من زمان ده، بس عادي بقى عادي. طيب نخش بقى على المستر اللي انت مستنيه من ساعتها، واكيد يعني طالما جبنا سيره ثانويه عامه فهنجيب سيره مستر خالد صقر. مستر خالد عامه يعني دايما بيستهدف العيال الغلابه اللي هو دايما في حاله كده ومش هيعرف يرد على اي كلام غير بس الاجابه بتاعت السؤال اللي هيتساله. يعني جيب الواد ده كده بره الدرس وكلمه مع ما بيردش عليك، هتلاقيه مهنج كده. يا جماعه حسن ثالثه ابتدائي يا جماعه، تعالى خد. اللابس ابيض اهو اللي جنبيه بالظبط هو ده. تعالى ما تخافش، ده انا هكرمك. انت مقلق مني ليه؟ ازيك عامل ايه؟ اسمك ايه؟ عمر. تعالى يا عمر. بص يعني هو مش فاهم اصلا هو فين ولا بيعمل ايه وايه اللي جابه جنب عيل صغير في السن. بس عامه انا عذره يعني وفاهمه فشخ عشان الموقف اللي هو فيه. انت حرفيا في فيلم رعب. تخيل الوقفه اللي انت واقفها ديت قدام الناس دي كلها وباصين عليك ومبحلقين فيك بيركزوا معاك، غير بقى الملايين اللي على التيك توك اللي بتشوف. يعني انا ممكن اتكلم قدام الكاميرا عادي، بس لو في حد بس واقف ورا الكاميرا بس كده وانا بصور عادي انا مش هعرف اقول الانترو حتى. انا من بعيد لامح ان انت شبه حسن، واخد بالك؟ فقلت اجيبك، فانا اسف ان انا ازعجتك، اوعى اكون ضايقك بالله. يا جدعان بجد بيشابوا عليها فشخ. بس مش عارف ممكن مستر خالد ما بيحسش بحاجه زي كده. يعني هو في الحصه الواحده بيفتح 5 طلاب ويفرج عليهم كام يوم كده على التيك توك ويروح البيت يتعشى حمل الكبريتيك وينام. السن المناسب للزواج 21 سنه او 22 سنه، ده السن المناسب للزواج. وننصح هنا الاباء ان هم يكونوا بيجاهدوا بايديهم واسنانهم عشان يجوزوا اولادهم ان شاء الله بدري. برضه مش فاهم الحوار ده، ليه بدأ يخش في حاجات مش بتاعته؟ يعني ليه مستر كيمياء يتبعت له اسئله زي ايه السن المناسب للجواز وهو يرد عليهم عادي في فيديو تيك توك؟ هنا بقى مش هنقول اسم الاكونت. انا ارتبطت قبل ما اسمع حضرتك بتتكلم في الموضوع ده. انصحني انهي حاجه زي دي ازاي؟ انهيها ازاي؟ عادي جدا، اعمل لها بلوك على طول بدون اي تفاصيل. انا هنا ما عنديش مشكله مع المستر بصراحه، مشكلتي مع البت اللي كتبت السؤال. ليه بعت ازاي افركش لمستر خالد صقر؟ بصوا يا جدعان عشان ما تفهمش غلط بس والله يعني بعيد عن مستر خالد صقر. يعني ليه المستر بيبقى بيشرح وبيبقى عادي لحد ما يتشهر؟ اول ما فيديو واحد على التيك توك بس بيجيب مليون فيو خلاص كده هو خلى مهنه التدريس دي جانبيه. 70% من الحصه هو بيحاول ياخد كليبس عشان ينزلها على التيك توك وتفايرل وبيبقى افضل، وال30% التانيين بيحاول برضه ياخد كليبس. همسك. تعالى بس اخمن اللي فيها. خمن يا ابني اللي فيها، خمن هنا في ايه. يلا يا جماعه خمنوا. بيقول لك خمن على ما نمسح السبوره. خمن في ايه في العلبه دي؟ فلوس. فانوس. فيها فانوس؟ لا ما فيهاش فانوس. فيها ايه يا اسطى؟ ليه اروح درس ولا عيل صغير شبه دوت واحاول اخمن ايه اللي موجود في الصندوق اللي معاه؟ انا جاي عشان الشرح، انا عايز اتعلم. كمان ايه اللي جاب الواد ده هنا اصلا؟ ايه المناسبه اللي تخلي واد زي دوت يجي في نص الحصه؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليه يخش ان هو ابن حاجه تقيله في البلد. طبعا يا جدعان انا حاسس ان انا ابتديت اتعصب شويه، فحلو كده وكده كده فانا القضيه. يا جدعان ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك وتخش سيرفر ديسكورد وبس كده. سلام. لما تيجي اي مكان تعرف انت رايحه فين، تاخد درس عند مين، وقاره ايه، وقار الناس اللي شغالين معاه ايه. احنا ولا خدامين ولا شغالين عند حد، ولا نسمح باي شكل من الاشكال ان حد يرفع عينه فينا.